قبل ما نطلع يا شيخ، حبيبي ذا والله كل ما اشوفه افرح كذا. الثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس. ما شفت علي بس. مالك؟ حركة خل نوصل وخلاص. يلا خلاص نشوفكم هناك. وصلنا. احمد حنزل. لا يا سلام. خلاص احمد اشترى. ما اشتريت شيء. يلا خلينا نطلع. الحين يا اخوان بنرجع البيت. احس نفسي تعبان. ما احس نفسي اني تمام. الله يستر. هذه احسن. هذه بصراحة احسن واحدة. عندك هذه برضو. دي برضو يا اخوان. اشترينا كذا 3 اشياء بنجربهم. شوف اول واحد. هذا اول واحد بس بصراحة شوف كيف. ما ادري وسيعة. هذا الثاني بس للاسف صغير. يضحك برا. نجرب اخر شيء. هذا اخر واحد كذا صح. شوف كيف. ايش رايك؟ العب هلا والله. طيب وش اشتريت؟ خلينا نشوف وش. لا. يا سلام والله شيك. حلو بس صغير برضه. صغير. جينا ننتظر احمد. حركة مايكل جاكسون. اوف والله عندي شوية حركات. أول مرة أكتشف الشيء ذا. المهم يلا خلينا نمشي يا اخوان. العب يا الجيش. والله جامد بصراحة. ايه رايك؟ صح يا الجيش. عطها تحية. خلاص يا اخوان اشترينا اشياء. خلينا نرجع البيت الحين. يلا اشوفكم في البيت. ايش رايك بس الموضوع فاضي يا احمد؟ احلى حاجه والله. تحس راحة اعصاب كده. ما في احد. سار الليل وسار صوت المشاعر يا نسيم النور. وعلى الله ما سريت الا وساق الشعر قيفانه. طب ايه رايك على كملها بقى؟ لا لا يا ابوي لا يا اكملها واقول كمان واحده معاها كمان 35 دقيقه كده. متحمس يا اخي بقول شعر. وعلى الله ما سريت الا وساق الشعر قيفانه. قولون الشعر وزني وقول. يا اخي اصبر ابى اكمل يا اخي. اصبر يا اخي تعال مني تعال ابى اقول شعر انا. يلا سلام يا اخي تعال يا اخي ايش فيك انت؟ ورجعنا مرة ثانية لكم يا اخوان. لسه قاعدين نضبط في الغرفة. قاعد اشتري اشياء كثيرة كذا ديكور. وبوريكم الاشياء اللي اشتريتها. يا ساتر. اوكي هذه طبعا 3D مدري وش. شوف في برضو هذه تاكسي. في برضو هذه الزحمة. هذه السكوير في نيويورك برضو التايم سكوير. وهذه زي المراية. هذول كذا لما تشوفون فاضيين 4. هذول ان شاء الله باذن الله بنعلق فيهم صور. وشيء ثاني بصراحة شكله مرة جامد مخيف في نفس الوقت. بوريكم اياه. جاهزين؟ يا ساتر شوف كيف شكله ذا والله. ما ادري وش ذي يعني جائزة نوبل ما ادري للسلام ما ادري كذا بحبتين. اي واحد يا جماعة يبغى فشار يقول لي بس. هذه زي المخدة. مخدة صغيرة حقت فشار. عندنا الاشياء هذه. الكولا ذي شكلها بطاطس. خلاص وجبة عاد. بطاطس شار مرة ثانية. كل هذه الاشياء اللي وريتكم اياها شمعات. شمعات يعني شوف تولع من هنا. واحسن شيء اشتريته في المكان هذا حطيته هنا. ولا بالاوسكار. جائزة الاوسكار يا اخوان. هذه شمعة برضو يا اخوان. شوف راسه من هنا. شوف يمديك تولع في راسه يذوب. جاكيت كذا عشان ما اخبي عليكم. المشروب هذا جدا سيء. ادري انه مرة والله كذا بدون ما احس يا اخي. اقسم بالله اخوان ادري اني
مشروبات الطاقة جدا سيئة. ما اشربها وتحس اني اشربها كثير لاني في كم مرة كذا في مقطع تشوفوني، ولكن بصراحة زمان كنت اشرب كثير مشروبات. خلينا نتكلم في موضوع مشروبات الطاقة. زمان كنت اشرب هذا الشيء تقريبا كل يوم تقريبا يعني، بس هذه الفترة جلست اكثر من شهرين ما شربت ولا علبة. بس هذه الفترة يعني ما اقول لكم رجعت اني اشرب يعني المشروبات الطاقة، بس قللت كثير يعني. صرت اشرب يعني بالاسبوع علبة واحدة، برضو تعتبر كثير بس نقصتها كثير. بس اليوم اشتريت بصراحة، قلت بعدين هم كل مرة يعني شوف البياخة، كل ما افكر انه خلاص يلا يكفي المشروبات دي يسوون عرض كذا جامد، الاثنين باربعة المدري شو، اعيد واكرر. هذا الشيء جدا مضر للصحة. نقصت شوي بس يعني مرات نشرب فمو بدايما، فهمتوا كيف؟ بعد شوي بروح عند خويي بوريكم قطوة مرة جامدة. انا صدق يوم شفت القطوة هذه صرت افكر بجدية اني اشتري قطوة. تخيلوا معانا قطوة في الغرفة يا اخوان، انا وسعيد والقطوة، يا سلام. بصورها لكم ان شاء الله وانتم اكتبوا لي رايكم تحت. يعني والله مهتم مرة برايكم تحت سالفة اني اشتري قطوة. القطوة لازم تهتم فيها كاكل واكل عادي، انا اقدر اهتم عادي يعني. شفت خوي كيف انه بس تشتري شيء كذا يعني زي تحط فيه رمل عشان القطوة يعني تنام فيه وتقضي حاجتها هناك. تشتري لها زي الشيئين كذا، واحدة تحط فيها موية وواحدة تحط فيها أو تحط فيها حليب. أكلها مرة رخيص والقطوة حلال، هذا هو أحسن شيء. أقسم بالله القطوة جامدة. تكون كذا نايم وفجأة تنط عليك القطوة وتمشي وكذا وتقعد تتحرك، تحس في شخص كذا معاك، شيء مرة خرافي. مشكلة واحدة بس هي اللي الحين قاعد أفكر فيها، اللي هي السفر. إذا جيت أسافر إيش بسوي بالقطوة؟ اللي عرفته إنه يمديك تسوي لها زي مو بجواز سفر بس يعني زي ورقة كذا يعني، وما هي بغالية مرة. فيمكن شيء هذا، أو يمكن في زي الفنادق للحيوانات، تسافر وتروح تدفع يخلوا اللي يهتموا بالقطوة لين ما ترجع. أو إذا تعرف شخص كذا خويك تعطيه أو شخص يقدر يربي القطوة لين ترجع. اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، وبرضو في الفلوجات. تخيلوا يعني يصير أصور فلوجات معي قطوة، شيء مرة خرافي. يلا خلنا نمشي للرجال، خلنا نوريكم القطوة، ويوم تشوفون القطوة خلاص تعرفوا انه كلامي صح. وجينا هنا طبعا يا اخوان، هذه شوفوا القطوة كيف، فقولوا لي ايش رايكم. بس ما شاء الله والله جامد. شوف كيف بس كأنه مخدة يا شيخ، شكله كذا متكر رجال. هدا صابق، بس هدا صابق. نجيب واحد مثلك ان شاء الله. تحمس الرجال. تخيلوا قطوة كذا معك في البيت، بس والله مرة جامدة. يا ساتر يا جماعة، ما أقدر. والله مرة جامد. شوف والله يا سلام. ما شاء الله كأنه مخدش. ولا تزعل. شفتوا يا اخوان القطوة، فزي ما قلت لكم اكتبوا لي رايكم، انتظر رايكم كيف نشتري ولا كيف. نرجع البيت، يلا مشتاقك ان شاء الله كذا في المستقبل نصور فلوجات انت وقطوتي جديدة. تمام يا اخي اتركها انت، اتركها يا احمد، اترك ترى الرجال ذا في ايه. طيب بالراحة تعرف الحركة اللي هي كذا. يلا خلي القطوة تسويها. يلا سويها انت. يلا اوبا عملتها. يلا طب هدي مشتاقك، يلا سوي زي كذا. يلا سلام، نشوفكم في البيت. هلا والله بالعيال. طبعا كالعادة ابغى اشكركم على التفاعل حقكم والدعم القوي مرة في كل فلوج. ما شاء الله الدعم دايما قاعد يزيد. والله صدق يا جماعة يوم اقرا التعليقات، يوم قلت لكم اني انا متضايق مرات افكر اني اترك شوي يوتيوب. صراحة الدعم اللي جاني كتعليقات جدا خرافي، فوالله شكرا لكم من القلب. ما عليكم، مستمرين دايما. خلاص ما اطول عليكم اكثر، اني طولت ادري. شكرا على المشاهدة، وباذن الله نشوفكم في فلوج قريب باذن الله. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم.